السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الخير، أهلا بكم في فيديو جديد. حضرتك تعرفي أو كنت تعرفي إن الزيت المستعمل في بيتك اللي بتبيعيه للراجل اللي بيعدي من تحت البيت أو بتروحي تبيعيه في مكان معين عارفاه في منطقتك، الكيلو ب10 جنيه وب20 جنيه وساعات بيوصل ل30 وب35 جنيه؟ بيحصل فيه إيه؟ لا ما تعرفيش، وممكن عارفة بس يعني إيه مش فارق معاكي. المهم بعنا الزيت وخدنا الفلوس. طيب أحب أقول لحضرتك اللي ما تعرفيش بقى الزيت ده بيحصل فيه إيه. بيتعمل له إعادة تدوير مرة تانية ويرجع يتباع لحضرتك ب100 جنيه الكيلو أو الإزازة أيا كان، وبيتباع للمطاعم بتاعة الفول والطعمية في جراكن صفرة وسودة اللي بنشوفها عند الراجل دي، يرجع يبيعوا الكيلو ب70 وب60 جنيه. طيب إيه اللي بيحصل؟ الراجل ده بياخد الزيت ده بالكميات الكبيرة دي ويحط عليها خلطة كده هو بيعملها نشا ومية، ويروح يحطهم على الزيت وعلى نار هادية، يفضل سايبهم لحد ما النشا اللي دف في المية ده يشيل كل الرواسب، بيحطها في قعر الحلة تحت أو الحاجة اللي هو بيسخن فيها، وبعد كده بياخد الزيت ده يصفيه أكتر من مرة ويرجع يبيعه لحضرتك تاني. يبيعوا بقى الكيلو ب100 جنيه ب90 جنيه في أزايز مجهولة الهوية، ويروح يبيعوا للمطاعم اللي احنا بنشوفها في الجراكن الصفرة والسودة دي، برضو ما تعرفش جايبينها منين واحنا بناكل. ده صحي ولا مش صحي؟ اكيد مش صحي، لان الزيت اصلا ما ينفعش ان هو يتغلي اكتر من مره. فخلي بالكم، يعني ظروف الحياه وظروف المعيشه بتضطر ان الواحد يبيع الزيت او الحاجات دي. يعني النقطه دي فاهمينها طبعا، اكيد فاهمينها، بس يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم. ياخدوا يستخدموا اكتر من مره ويرجع يبيعوا تاني ب100 جنيه، يكسب فيه اضعاف مضاعفه. الكيلو اللي بياخده ب30 وب20 جنيه يرجع يبيعه ب100 جنيه ويرجع يبيعه ب70 جنيه المطاعم، واحنا عاملين ناكل زيت مغلي اكتر من مره. ربنا يحفظنا ويحفظكم. نخلي بالنا من الحاجه اللي احنا بناكلها ونشربها، عشان البيوت فيها ناس مريضه، والبيوت فيها اطفال وناس كبيره في السن. نخلي بالنا. ما تنسوش دعم بالاشتراك في القناه واللايك والشير. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.